اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة دايما يا رب. أنا أسفة يا جماعة على عدم توالي الفيديوهات ورا من بعضها تكمل بعضها. لما بقطع مثلا في فيديو ما بنزلش اللي وراه، يعني بتكون في ظروف خارجة عن إرادتي طبعا، أو أنا تعبانة ما قدرتش أكمل الفيديو. أنا الفترة دي يعني ما بحتفظش بفيديوهات كتير على التليفون. بنزل على طول أول بأول. النهاردة بقى احنا كده من على السطح زي ما انتم شايفين، الشمس طالعة اهي. انا هنا كده على ظهر الخزانة طبعا، او الأوضة اللي بنربي فيها الطيور. احنا هنا بنسميها خزن زي ما انتم شايفين اهو. طبعا احنا كلنا عارفين ان احنا دخلنا في فصل الشتاء، و الشتاء كده بينزل على البيوت وبينزل في الخزن. فلو عندك طيور بتبرد او كده، فالنهارده بنحط مشمع هنا كده زي ما انتم شايفين على الخزانة دي. طبعا الطيور تحت هناك اهي، البط اللي عندي، وطبعا كده شوية خضرة. النهارده السبت، امبارح كان الجمعة وكنت جايبة خضرة من السوق، فده تنظيفها كده طلعته لهم النهارده وامبارح زي ما انتم شايفين بقى اهو. ومعايا ابني، ربنا يحفظه لي يا رب ويخليه لي ويبارك لي فيه. دي حياة لكل ست طبعا لما بتكون بطولها. ما بتستناش حد انه يساعدها، ما بتستناش حد يجي يعمل معاها حاجة. طبعا كل ده كان جوزي اللي كان بيعمله. ربنا يرد لنا بخير يا رب. لان جوزي مش معانا الفترة دي، جوزي مسافر. وطبعا دي الأوضة الصغيرة اللي انا كنت ببقى اربي فيها الفراخ البيضة اهو. تمام. ودي كده بقيت الخزن اهي، او الاوض زي ما انتم شايفين عليها مشمع من الشتاء اللي فات، ما كانش حد شاله. دي الاوضه بتاعتي الكبيره اللي كنت ببقى اربي فيها البط اهي، عليها مشمعها لو انه مقطوع من ورا. هي اصلا الاوضه دي يعني كده انا فقدت الامل فيها، فسايباها. يعني ما بتكون طيور كبيره الواحد ما بيخاف عليها زي ما بتكون طيور صغير. تمام. انا دلوقتي هفرش المشمع. انا خليت كده النص اللي على السطح ده هنا كده. انا طبعا مش هعرف اعمل زي ما كان جوزي بيعمل، لكن الله المستعان بقى. لا هقول لسلفى اطلع اعمل لي، ولا هقول لسلفى اطلع اعملي معايا. معايا ربنا والله غالب، والحمد لله. يعني ربنا يعيننا على مطالب الحياة وما يحوجنيش لحد ابدا 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 يا رب، ويمدني بالصحة ويبارك لي في ولادي، هم سندي وهم عوضي، ويرجع لنا جوزي بألف سلامة يا رب. تمام. انا خليت كده وهعمل نص الأوضة وهجهزها علشان خاطر ان انا مرجعش ادوس على المفرش تاني ويتقطع. وبعدين هرجع احط عليه تاني الخشب بقى، وهظبطه بحسب ما الهوا يقوم وكده، ما يبقاش يطيره. وربنا يستر بقى ان انا مش هقلبش من هنا ومن هنا. طبعا اول مرة اعمل حاجة زي دي في حياتي. انا كنت بقف على السلم تحت كده هنا كده، طبعا ابني معايا هو واقف عليه علشان برضو يمسك معايا وكده، وكان جوزي اللي بيبقى على ظهر السطح ويعمل. يلا هنجرب بقى ونشوف وضع اي ست كده بدون راجل او بدون سند بيكون عامل ازاي. خليكم معايا وشوفوا هنعمل المفرش ده ازاي، ونتعلم ونعلم بعض. وبكده يا جماعة اهو ده الشكل النهائي للمفرش. معلش بقى لاني واقفة من على السلم عشان ما عديش من على المفرش تاني ويتقطع. الحمد لله يعني انا عملته حلو من اللي انا شايفاه. يا رب بس لو الجو شتا الأوضة ما تنقعش اهو. الحمد لله يعني اني انجزت فعلا. اليوم انا اول مرة اعمل في حياتي حاجة زي دي. اهو. وده يا جماعة كده بعد ما خلصنا. طبعا اكيد العفر نزل من على السطح في الطلوع والنزول اهو.
والسلم زي ما هو، لان انا لسه نازله بقى. انتظروا بقى الفيديو الجاي كده، ربنا ما يجيبش حاجه واكمل بقى الفيديو وهنكنس بقى كده السطح ونروق. بس الفيديو الجاي لاني انا ما اقدرش اكمل بقى كده النهارده. وبعدين بناتي كان عليهم درس ولسه جايين حالا، هنزل لهم عشان برضه اشوف واجباتهم واللي عليه دروس، لان الظهر ادن وانا من الساعة 10 وانا بعمل في الأوضة. دلوقتي بعد الظهر قلت كده ايه انتهزها فرصة، الشمس طالعة حلوة كويسة. قبل برضه ما نخش كده كمان شوية الجو بيبقى صعب، معرفش اعمل الأوضة ولا حاجة يعني. تمام. اسيبكم بقى، ابني عايز يقول لكم كده كلمتين، اتمنى تسمعوهم وتقولوا رأيكم فيها ايه اللي هيفضل معايا للفيديو للآخر. بعد إذنكم يا جماعة، لا خلوا أولادكم يساعدوكم، وما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في الفيديو. مع السلامة. زي ما عمرو قال لكم كده، ساعدوا أمهاتكم. عندكم أولاد خلوهم يشيلوا المسؤولية معاكم يا جماعة بدري. العمر ما يتضمنش والصحة برضو ما تتضمنش. اللهم لك حمد وألف حمد وألف شكر لك يا رب. نعمة الصحة دي كنز كبير ما يعرفش قيمتها إلا اللي فائدها او فائد جزء منها. انا ولادي مهماش كبار برضو اللي بالكم فيه. انا ابني الكبير عنده 10 سنين وبنتي عندها 7 سنين وبنتي التالتة 6 سنين، وما شاء الله يعني بايدي في ايديهم في كل حاجة وما بيتأخروش وما بيقولوش لا. صحيح مش كل مرة بيعملوا اللي انا بحتاجه، اوقات بيزهقونا اوقات بيقدرونا، لكن شيلت المسؤولية من بدري للولد او للبنت حلوة مش وحشة. الزمن اللي احنا فيه ده ما يعلمش بيه الا ربنا، ومحدش عارف الدنيا رايحه فين ولا جايه منين. انا اسفه اني رغيت كتير طبعا في الفيديو، لكن احنا اخوات واسره واحده مع بعض وحبايبي طبعا اللي من اول ما فتحت القناه معايا. ما تنسوش اللايك يا جماعه، اللايك بيعلي من قيمه الفيديو وبيساعد ان الفيديوهات تنتشر بسرعه. وادعمونا بقى كده يا جماعة، اللي متابعنا محطش الاشتراك بتاعه اشتركوا يا جماعة في القناة. بقالي سنة وشوية ولسه مخلصتش الشرط الأولاني. أتمنى فيديوهاتي تعجبكم وتنول رضاكم وتستفادوا بالفيديو لو بمعلومة بسيطة. أسيبكم في رعاية الله وأمنه ومع السلامة. متنسوش اللايك يا جماعة قبل ما تطلعوا من الفيديو. دي يعني بنتي اللي عمالة تلعب في طرحة بنت الصغيرة. مع السلامة.